بتحداكي تسافري تركيا وتجيبي لي بقلاوه. لا انتوا بتصعبوها عليا بقى كل مره. بس يلا. عايزه اقول لكم ان ده من اصعب التحديات اللي عدت عليا، عشان انا بجد حاولت كتير اجيب مواعيد عشان اسافر ولو تركيا. مش فاهمين ايه اللي بيحصل، انا بعمل كل التحديات اللي انتوا بتقولوا لي عليها عشان اوصل للست. احب اقول لكم ان احنا مكملين فما تقلقوش، بس المهم احكي لكم اللي حصل لي عشان انا اتمرمطت بقى. ابديت سريع. الطياره بتاعتي كمان شويه مش معايا الباسبور، او الفيزا ما طلعتش اصلا. ولو فاكرين ان دي كانت اكتر حاجه ستريسفul، لا، الطياره اللي انا حجزتها راحت عليا، والاوتيل كمان حجزه راح عليا، فخلاص فقدت الامل لحد ما كلموني. يلا الله اكبر، الباسبور جه. ما كلموني عشان اروح اجيب الباسبور، انا جريت جري يا جماعه عشان المفروض كنت ابقى هناك قبل الساعه 4:30، فانا وصلت هناك بالظبط الساعه 4:10 دقايق. بحارب عشانكم، انتوا متخيلين اليوم بجد انا كان جالي منتل بريك داون، عياط لان انا بجد كل حاجه ضاعت، كل حاجه خلاص مفيش سفر اصلا، لحد ما استلمت الباسبور في ايدي، وانا كمان ما كنتش عارفه اتحرك ولا انزل مصر ولا اروح اي حته. بس يا ريت الموضوع وقف لحد هنا. استنوا بارت 2 عشان انا بجد بتمرمط عشانكم، عشان تعرفوا بجد بقى المرمطه الحقيقيه.